ركز معايا. طبعا كل سنه وانتم طيبين، احنا في الصيف، وفي الصيف دايما بيتكرر معايا الموقف الاتي: يخش لي مريض: يا دكتور انا نازل مصر اجازه يومين وربع، وعندي 5 ضروس محتاجين حشو عصب ودرسين هنخلعهم ونحط زراعه، ويا ريتك بقى بعد ما نخلص الكلام ده تعمل لي ايه فينير كده في السريع في اسناني الاماميه عشان تبقى حلوه كده وشكلها حلو. تمام. طيب طبعا انا يبدا يحصل لي ايرور، يا فندم طيب انت ما عندكش وقت للكلام ده كله؟ ما الكلام ده كله محتاج وقت. لا يا دكتور، ما انا ممكن اجي لك مثلا نقعد نشتغل يومين 3 ورا بعض، كل يوم 5 6 ساعات كده ونخلص بقى. تمام. فهنا بقى الايرور فعلا يبقى ايرور كبير كده. يا جماعه، انا لما بتعامل مع مريض انا بتعامل مع جسم بشري. جسم بشري ليه تاريخ مرضي، ليه في حاجات كتيره غير الاسنان اللي انا بشتغلها بس. يعني انا مش بتعامل مع المريض على انه فم ومجموعه سنان انا بعالجها وخلاص. لا، حوالين الفم ده في عضلات، في مفصل فك، في حاجات كتيره، في انسجه، وفي حاجات كتيره لازم اخد بالي منها. فمش منطقي ابدا ان انا اسيبك فاتح بقك 4 5 ساعات عشان اخلص لك سنانك بسرعه، وفي نفس الوقت اذي لك عضلات وشك واذي لك مفصل الفك بتاعك، وادخلك في دوامه اكبر بكتير، ممكن لا قدر الله تعمل لنا مشاكل اكبر بكتير. فالكلام ده ما ينفعش، ما ينفعش ان احنا نعمله. لازم زي ما براعي شغل الاسنان اللي انا متخصص فيه، لازم اراعي الانسجه والحاجات المحيطه بالاسنان دي انها ما تتاذيش وانا شغال. فمفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده يا جماعه. ضروري ان احنا ندي كل حاجه وقتها عشان تطلع مظبوطه من غير ما ناذي اي حاجه تانية. انا دكتور محمد نجيب زياده، وده مركز ماستر طب الاسنان. لو عندك اي اسئله سيبها لي في الكومنتس ونجاوب عليها المره الجايه باذن الله. سلام.